السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن علامات الصديقة الحقيقية. مش كل واحدة بتقولك يا صاحبتي تبقى صاحبتك بجد، ومش كل اللي بتضحك معاكي في وشك تبقى قلبها صافي ليكي. في فرق كبير بين واحدة موجودة معاكي عشان مصلحتها وواحدة موجودة معاكي عشانك انتي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن علامات الصديقة الحقيقية، عشان تعرفي مين تستاهل ان هي تفضل في حياتك ومين لازم تمشي من حياتك بهدوء. لان كتير مننا بنقابل ناس في حياتنا بنسميهم اصحاب، لكن الحقيقة مش كل صاحبة بتبقى صديقة بجد. في فرق بين واحدة موجودة في حياتك لمجرد الصحبة وواحدة بتكون سند حقيقي ليكي، قلبها عليكي، بتتمنى لك الخير بس من غير ما تقول. الصديقة الحقيقية مش بالكلام الحلو بس، الصديقة الحقيقية بتبان في المواقف. خلينا نتكلم عن أهم علامات الصديقة الحقيقية. أول حاجة، بتفرح لك من قلبها. الصديقة الحقيقية لما تفرحي هي بتفرح أكتر منك، ومش بتقارن نفسها بيكي ولا بتتضايق من نجاحك، بل بالعكس دي بتشجعك وتدفعك للأمام. فرحتها بيكي بتبقى فرحة صادقة من غير مجاملة ولا تمثيل. تاني علامة، بتكون جنبك وقت الضيق قبل الفرح. في ناس كتير بتبقى حوالينا وقت الخروج والفرح والضحك، لكن وقت الحزن والمشاكل بيقل عددهم جدا. واللي بتبقى هي الصديقة الحقيقية اللي بتظهر وقت الشدة، بتسأل عليك، بتسمعك، بتحاول تخفف عنك حتى لو بكلمة بسيطة. تالت علامة عشان تعرفي دي صديقتك الحقيقية ولا لأ، بتقولك الحقيقة حتى لو الحقيقة ديت هتوجعك أو صعبة. مش كل اللي بيجاملك بيبقى بيحبك. أوقات الصديقة الحقيقية بتقولك رأيها بصراحة، بس مش عشان تزعلك لكن عشان مصلحتك. وهي مش بتجرحك، لكن كمان مش بتضحك عليكي ولا تسيبك تغلطي من غير ما تنبهك. رابع نقطة، بتحافظ على سرك. أسرارك كلها بمثابة أمانة عندها، مش بتطلع كلامك لحد ولا بتحكي عنك من وراكي. يعني بتحسي معاها بالأمان وبتقدري تتكلمي من غير خوف إن كلامك ده يتنقل أو يتفهم غلط. العلامة الخامسة اللي بتقولك إن دي صديقتك بجد، بتتقبلك زي ما انت. يعني ما بتحاولش تغيرك عشان تبقي شبهها، ولا بتضغط عليكي عشان تكوني حد تاني. هي بتحبك كده بطبعك، بعيوبك قبل مميزاتك. بتشوف فيكي حاجة مميزة حتى لو انت مش شايفاها. سادس علامة، ان وجودها بيريحك انت. يعني في ناس كتير لما بنتكلم معاهم بنشعر بالضيق والتعب، لكن الصديقة الحقيقية وجودها نفسه جنبك راحة. تقعدي معاها بتحسي انك على طبيعتك من غير تمثيل ولا مجهود. سابع علامة، دايما بتسامحك حتى لو حصل خلاف بينكم. ما بتستناش لما الغلط أو الخلاف يكبر، بتتفهم غلطك وبتسامح، ولأنها بتحافظ على العلاقة. العلامة التامنة اللي بتقولك دي صديقتك الحقيقية، ما بتغيرش منك. الغيرة الطبيعية اللي فيها حب شيء، لكن الغيرة اللي فيها ضيق أو زعل من نجاحك أو حياتك دي حاجة تانية خالص. لكن الصديقة الحقيقية مش بتغير منك ولا من نجاحك، هي بتكون فخورة بيكي. العلامة الأخيرة، إن هي دايما بتدعمك حتى في غيابك قبل حضورك. يعني بتتكلم عنك كويس حتى وانت مش موجودة، بتدافع عنك لو حد اتكلم عليكي، لأن صداقتها ليكي مش قدامك بس،
دي كمان صداقة حقيقية من وراكي. دلوقتي احنا عرفنا علامات اللي بتقولك ان دي صديقتك بجد. لازم تعرفي ان الصديقة الحقيقية مش حاجة سهلة، ومش المهم عدد الصحاب، المهم مين فيهم صادق. ممكن يبقى عندك صاحبة واحدة فقط لكنها بتساوي ناس كتير. اختاري صحابك بعناية وباهتمام، لأنهم جزء من حياتك وجزء من طاقتك وجزء كمان من نفسك. الصديقة الحقيقية مش بس حد بيشاركك وقتك، ده حد بيشاركك قلبك كمان، وبيفضل جنبك حتى لما الدنيا كلها تيجي عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.